السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد، قرار جديد من هلال الأحمر. إذا أنتم من الناس اللي ما طلع راتبها كامل، فهذا الفيديو بعد ما تواصلنا مع المركز الهلال الأحمر التركي، تبين معنا أنه راح يخصموا 300 ليرة على كل عائلة، مو كل العوائل طبعا. الناس اللي بالغين في العائلة اللي صحتهم جيدة وقادرين يشتغلوا راح يخصموا 300 ليرة على كل عائلة. اللي صاحب البيت الأب أو الابن أو الأخ يكون كبير في العمر، بس ما حدد العمر إذا كان من 30 ل40 أو من 20 ل30، ما حدد العمر، لكن راح يخصموا 300 ليرة على كل شخص بالغ. فأنا حبيت أعرفكم مشان ما تتواصلوا مع هلال الأحمر التركي، لأنه ذات قرار طلع احتمالية أغلب الناس راح ينخصم من رواتبهم 300 ليرة. فأنا هيك حبيت أعرفكم مشان ما تتعذبوا حالكم وتتصلوا وتتعجبوا ليش، شو السبب إنه ما في 300 ليرة بحسابكم هذا الشهر والشهر الماضي كمان، واحتمال إن أغلب الناس حيروح منها 300 ليرة. هلا هم تحت الدراسة تجريبيا هم يخصموا 300 ليرة على كل شخص بالغ من الذكور اللي صحتها جيدة. بس إذا الناس اللي عندهم رابور طبي فيقدموا رابور طبي، ففي هذا الحال هم ما راح يخصموا 300 ليرة. طبعا احنا عم نحكي عن الذكور مو عن الإناث. فأنا حبيت أعرفكم، ولو استفدتوا من هذا الفيديو حبايبي ما تنسوا تدعموني بلايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد.